اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. النهاردة يا بنات أنا هعمل معاكم فيديو جديد خالص. فيديو مفهوش طبخ، فيديو مفهوش كيك، مفيش أي حاجات من الحاجات دي. كل اللي هنعمله النهاردة هنعمل الخروف الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هتقولوا لي انت عامله الخروف الجميل ده ازاي؟ هقول لكم تابعوني في الفيديو، شوفوا الفيديو بتاعي للاخر وانتوا هتعرفوا الطريقه بتاعته ازاي. شايفين؟ ادي اول واحد معانا انا عاملاه ازاي. شايفين تفاصيله؟ حاجه كده جميله تقدري تفرحي بيها ولادك. شايفين؟ وكمان هنا وهو واقف، شايفين وهو واقف على رجليه؟ شايفين تفاصيله؟ بسم الله ما شاء الله. حاجه كده تقدري ان انت تفرحي بيها ولادك وتعمليها في قلب البيت. اوعوا تروحوا في اي حته. كملوا الفيديو للاخر وهتشوفوا حاجه تفرحوا بيها ولادكم. اقول لكم يلا بينا. طبعا يا بنات دلوقتي انتوا عايزين تعرفوا انا عملت الخروف ده ازاي. اول حاجه هنا انا معايا كيك فانيليا وكيك شوكولاته. ضربت الاتنين كده في الكبه، وبعد ما ضربتهم في الكبه وبقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، خليت كل خليط منه لوحده. اول حاجه اللي في الفانيليا انا كان عندي معلقتين من النوتيلا فايضين من الشغل بتاعي، رحت حطاهم كده على الكيك الفانيليا. وبعد كده قلت اعزز الطعم شويه، حطيت معلقتين من مربى الحليب. تمام. تقدري ان انت تكتفي بس بان انت تحطي النوتيلا بيضه بس. تمام. او ما عندكيش نوتيلا بيضه وما عندكيش مربى حليب، هقولك على البديل. ايه البديل؟ البديل معلقتين يكونوا من كريم الشانتيه. هاتيلك ب20 جنيه كريم شانتيه، اضربيهم وخدي منهم معلقتين ومضروبين طبعا، وحطيهم على خليط الكيك ده. ده يا بنات عبارة عن اللي احنا بنعمله ده الكيك بوبس اللي احنا بنعمله وبنصوره دايما، وبيكون موجود في الحفلات بتاعة اعياد الميلاد. تاني حاجة هنا طبعا كان ايه؟ كان اللي بالشوكولاتة. الكيك اللي بالشوكولاتة انا حطيت عليها، ما كانش موجود نوتيلا فحطيت عليها جناش شوكولاتة او صوص شوكولاتة. تمام. كده الاتنين بقوا موجودين عندي. هبتدي دلوقتي ان انا اشكل طبعا الخروف بتاعنا. اول حاجة ابتديت ان انا عملت كده شكل كورة، بس الكورة تكون بيضاوية شوية مش كورة مدورة. وهجيب هنا قطع من الكيك اللي بيكون الكيك بوبس اللي بيكون لونه بني، عشان اعمل شكل فروة الخروف بتاعنا. شايفين بالشكل ده؟ للأمانة يا بنات انا ما شفت الفيديو ده كان معمول بعجينة السكر. طبعا مش كل الناس بتحب عجينة السكر، وقلت كمان بعجينة السكر هيكون مكلف جدا. لو عملته بعجينة الشوكولاتة طبعا هيكون مكلفة جدا. فقلت هنا دي حاجة بسيطة كده نقدر نعمل بيها حاجة كمان لولادنا ان هم يفرحوا بيها في البيت. تمام. دلوقتي بعد ما عملت الشكل المجسم زي ما انتوا شفتوه كده، ورحت حاملة الفرشة دي يا بنات. الفرشة دي معمولة انا جايباها مخصوص علشان حاجة الشغل، يعني دي للشغل بس. انا ما بشتغلش بيها في اي حاجة. ادواتي دي كلها للشغل، فرشة مخصوص للشغل بسيبها للشغل مش للشغل، فبسيب كل الكلام ده للشغل. تمام. بعد ما عملت كده عملت كورة تانية صغيرة، دي هتكون هي راس الخروف بتاعنا. اول حاجة حددت كده البق والعينين والمناخين، وبعد كده ابتديت دلوقتي ان انا اعمل الودان بتاعته، ودلوقتي هعمل العينين. انا مش هدخل اي عنصر تاني غير الكيك اللي انتوا شفتوه ده بس. تمام. دلوقتي انا هعمل كده من فوق كده، هعمله زي قصة كده من فوق علشان بقى ايه اظبط الخروف بقى ويبقى شكله حلو كده. طبعا انا مش قادرة اوصف لكم فرحة الولاد الصغيرة بالكلام ده قد ايه. انا كان تقدر ان انا اخلي بعد كده انزل كل الكلام ده في شوكولاتة، بس انا لو نزلته في شوكولاتة مش هيديني الشكل او لون الخروف اللي انتوا شايفينه. يا هنزله في شوكولاتة لونها ابيض، يا هنزله في شوكولاتة لونها بني، فطبعا مش هيديني نفس النتيجة. عملت كمان هنا دي للخروف. يبقى كده خلاص الخروف بتاعنا اول واحد عملناه كده. تمام. ودلوقتي هعمل كمان معاكم تاني خروف. تقدري تعملي الاحجام اللي انت عايزاها، عايزه احجام كبيره، عايزه احجام صغيره ان انت تعمليها توزعيها وتفرحي بيها الاطفال. كل الكلام ده سهل ووارد جدا ان انت تعمليه. الحجم انت اللي تتحكمي فيه. الفكره زي ما قلت لكم انا شفتها في قناه بس كانت عامله مكان الاشكال دي كلها كانت عاملاها بعجينه السكر.
فاحنا هنا مش معظم الناس بتحب عجينة السكر. انا واحدة من الناس ما بحبش طعم عجينة السكر، فقلت لا، انا هبدلها بان انا اعمل عجينة الكيك بوبس واقدمها بالشكل الجميل اللي انتوا شفتوه. يا رب كده الفكرة تكون عجبتكم، ويا رب كده تكون يعني هتفرح كل الأطفال، يعني كل أم تقوم تعملها كده لولادها. بجد والله الفكرة سهلة وبسيطة وتفرح يعني. تمام. هنا بالمشط برضو هعمل بالفرشة كده بتاعة الشعر. وهنا أنا عاملة الحجم ده مختلف غير الأولاني، يعني عملت واحد كبير خالص الأول، وده هعمل واحد كده وسط، ولسه هعمل أصغر منه وأصغر منه كمان، يعني هعمل 4 دلوقتي. بحدد كده المناخير والبق، وبعد كده بعمل فتحتين بتوع العين. ودلوقتي هبتدي ان انا اعمل العينين كده برضو بالكيك بوبس، بس الشوكولاتة مش الفانيليا، زي ما انتوا شايفين كده. الفكرة سهلة وجميلة، وبجد تقدري ان انتي تدخلي الفرحة والبهجة كده على ولادك بمنتهى السهولة. هعمل كده الودان زي ما احنا شايفين كده مع بعض، وكمان هعمل كده الشعر كده من فوق. بصوا، حبيت كده ان انا اعمل زي الكرتون كده اللي هو كان بتاع الخرفان ده، معظم الاطفال بتحبه، انا كنت واحده من الناس بحب اتفرج عليه قوي، كان بيبقى شكله جميل كده ولذيذ. دلوقتي بقى هجيب برضو خله وهثبت بيها دماغ الخروف. تمام. اللي حابب يا جماعه يعمل اي تعديل في الفكره يعمل، اللي حابب يعمل حاجه جديده لولاده يعمل، ما تفرقش خالص، هي المهم ان هي حاجه نفرح بيها ولادنا في مناسبة طبعا حلوة قوي زي عيد الأضحى. فبجد بجد حاجة كده تدخل نوع من أنواع الفرحة والبهجة للولاد. طبعا يا بنات أنا كده عملت التاني واحد. هجيب خلة كده أدخلها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعد كده أثبت الراس. أنا بشتغل بيها كأني بشتغل في عجينة السكر المجسمات. طبعا هنا هعمل واحد كمان، بس طبعا أنا هعمل الحجم ده هيكون وسط مش كبير قوي يعني، يعني بينهم يعني. حبيت ان انا كده اراضي الجميع فما خليش كل الاحجام واحده. هجيب بقى هنا الفرشه برضو نفس الحكايه. المفروض ان انا يكون معايا فرشه تانية قصادها، يعني فرشتين، بس انا ما عنديش غير فرشه واحده بس للشغل اللي هي دي، فاستكفيت بيها يعني. قلت انا هستكفي بيها. نقدر نعمل الفكره دي برضو لولادنا ياخدوها مع بعض الحضانه، يعرفوا برضو ويوزعوها على بعض توزيعات للأطفال. الفكرة هتكون جميلة وتكون برضو مميزة، ان الأطفال يعرفوا ان احنا داخل علينا ايام عيد الأضحى. هتبقى فكرة حلوة، ونقدر ندخل المعلومة بمنتهى البساطة كده والسهولة على الولاد. زي ما انتوا شايفين كده هعمل برضو هنا العينين، وهعمل هنا لسه الودان. انا عملت زي ما قلت لكم 4 مجسمات مختلفة، بس بجد كانوا جمال ولذاذ. انا بحب اشتغل قوي بعجينة الكيك بوبس. طبعا انا هنا بشتغل بيها كعجينة عادية، لكن طبعا لو بنعمل بيها كيك بوبس بيكون مختلف تماما، لان احنا طبعا بعد ما بنعجنها بنبتدي ان احنا نعملها كور وندخلها الفريزر. بعد ما تخرج من الفريزر بنبتدي نحط لها الشاليمو، بس طبعا بيكون بشوكولاتة، ونرجع ندخلها تاني الفريزر، ونرجع بعد كده نطلعها ونحطها في الشوكولاتة. هنا عملت كده التالت، لسه كمان هعمل واحد، وهقول لكم فكرة هنا كمان ازاي لو احنا حابين ان احنا نوقفه على رجلين او نسيبه زي ما انا سبته بالشكل ده. هنا لو انت حابة طبعا ان انت تدخليه تعمليه كهدايا الولاد يوزعوها على بعض، هتبتدي ان انت تحطيه في كيس بلاستيك، وتقفليه بشريط سلوفان كده شكله حلو، وتحطيه في التلاجة، وتاني يوم يوزعه على بعض. طبعا هو ما يدخل التلاجة هيتماسك طبيعي 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 هيتماسك، لان هو معمول من كيك، وكيك متضاف ليها جناش وصوص الشوكولاتة، فهيتماسك على طول يعني. هنا بقى ده الشكل الاخير اللي انا بعمله زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بجد كان تحفة وكيوت كده وصغير خالص وشكله كان جميل. بصوا يا بنات الخرفان اللي عملتها بتفكرني بكرتون الخرفان بالظبط. كان اسمه شاموشين. بجد كنت بحس ان هم حتى شخصياتهم كده وهم صغننين كده بتديني نفس الفكرة برضو. ما شاء الله اللهم بارك. الفكرة حلوة وجميلة. اتمنى ان هي تكون عجبكم، واتمنى تقولوا رأيكم في الكومنتات، واتمنى اللي عنده اي اضافة يقول لي، انا ما بزعلش خالص، بالعكس انا بحب اللي يضيف حاجة يقول لي عليها. هنا بعمل الديل برضو. هنا شوفوا انا جبت خل بس خل تخين شوية،
قطعت كده 4 قد بعض، وابتديت ان انا اوقف كده عليها الخروف. حابه ان انت تعملي تسيبيه واقف، حابه ان انت تسيبيه نايم قاعد، يعني ده براحتك انتي. الفكره سهله وبسيطه قوي. هنا برضو هوقف كمان واحد، حبيت ان اوقف الصغيرين يعني، ما حبيتش ان انا اوقف الكبار. زي ما انتوا شايفين كده. يلا ادي الفيديو بتاعنا. بعد ما الفيديو بتاعنا خلص، عايزه اعرف رايكم في الكومنتات، ويا ريت تقولوا لي بكل امانه ايه رايكم في الفيديو بتاعنا، وايه رايكم في الفكره البديله لكل من عجينه السكر عجينه الشوكولاته. عملناها النهارده بطريقه سهله قوي قوي، وتقدري تعمليها وتنفذيها في البيت لكل حبايبك. اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير. سلام.